مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. ما زالت قضية ديال السيدة اللي صرفقات رجل سلطة من رتبة قائد مدينة تمارا، ما زالت القضية كتسيل الكثير من المداد بعد ما أصبحت قضية رأي وطني. فبعدما تضامن بزاف ديال المغاربة بشكل شبه جماعي مع رجل السلطة وطالبوا بتسليط العقوبة على السيدة اللي صرفقاته، تفاجأ الرأي العام الوطني بتوقيع طبيب مجهول لشهادة طبية لهذا القائد نيت بعجز مدته 30 يوم، رغم أن التصفيقة اللي شاهدها الملايين من المغاربة لم تتسبب في أي عجز جسدي، بغض النظر عن الإهانة المهنية الجسيمة الموقعة المنصب ديالو. فبعد ما انعقدت أمس الأربعاء أولى جلسات المحاكمة المتهمين الأربعة في هذه القضية ديال الصفع، وبعد ما تقرر تأجيل الجلسة حتى 3 من شهر أبريل المقبل، كشفت معطيات بشأن هذه القضية على أن المسؤول الترابي المعني تقدم إلى ضابط الشرطة القضائية العامل بدائرة المغرب العربي بنسخة ديال الشهادة الطبية ديال أمد العجز ب 30 يوم على حساب منشور عدة مواقع. خبر ما جبناش من راسنا، خبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي ومنشور في عدة مواقع من بينها إسبريس ومواقع أخرى. وتعالت دعوات على شبكة التواصل الاجتماعي للتحقيق مع الطبيب صاحب توقيع هذه الشهادة، وهو الموضوع اللي كيهدد مصداقية مهنة الطب حسب تعاليق المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي. استغرب العديد منهم توقيع طبيب مجهول الهوية لشهادة عجز مدتها 30 يوم، بينما تابع المغاربة على نطاق واسع تفاصيل الصفعة اللي طالبوا على إثرها بمعاقبة الفاعلة بشكل قانوني وصارم دون مبالغة، كما حصل مع شهادة العجز الصادرة عن هذا الطبيب. واعتبر هؤلاء أن مثل هذه التصرفات الصادرة عن هذا النوع من الأطباء كتسيء لسمعة البلاد ولمهنة الطب، كما تفرغ كل عقوبة ستصدر في حق الفاعلة من مدلولها القانوني والردعي وتدخله في إطار استغلال السلطة. إذا كان الأغلبية ولا بزاف ديال الناس تضامنوا مع القائد وقالوا أن رجل السلطة وجب الاحترام، خصو يتعامل هكا، ما خصوش يتصرفق، كاين اللي قالك لا، رجل السلطة هو اللي بدا وداك الشيء وما إلى ذلك. المهم هذا الجدال هضرنا عليه. السيد القائد كيحس براسو على أنه مظلوم، ومن حقه يحس براسو مظلوم. توجه دار القانون، وخا كيف قال المحامي البارح على أنه هو اللي كتب المحضر ديال المعاينة بصفته الضبطية القانونية، ألوكو هو يعني مشتكي وحكم وميم طون. حتى ما تفهمتش لي هذه القضية. زائد مشى جاب شهادة ديال 30 يوم ديال العجز، واش هذا منطق؟ تصفيقة غادير لك 30 يوم ديال العجز مع يديها فيهم الضوء، كتصفق بنادم كيطيح كاو. ما شفناش السيد في الفيديو ان السيد طاح ولا وقعت ليه شي حاجه، علاش عطاوه هذا العجز؟ العديد من التعاليق، وكاين اللي قال لك واحد التعليق اللي ضحكني مزيان ديال ديال الصحفيه حنان باكور على هذه القضيه ديال 30 يوم على التصفيقه. داك 30 يوم ما كيعطيوهاش في ولاده قيصريه ل3 توائم، يعني المراه لو ولدت 3 ديال التوائم الفتيح ما غيعطيوهاش شهاده فيها 30 يوم، فما بالك بالتصفيقه. فهاد السياق محمد الغلوسي اللي كتعرفوا هذا المحامي وبزاف كنقدروا نهضروا عليه، الغلوسي هو رئيس الجمعيه المغربيه لحمايه المال العام، كان لي واحد التعليق قاسي في هذه القضيه ديال الشهاده الطبيه ديال 30 يوم. قال في واحد التدوينه ديالو في الصفحه ديالو المعروفه، قال الطبيب كيحدد مده العجز في 30 يوم، هذه هي الشجره التي تخفي الغابه، الشواهد الطبيه، الخبره القضائيه، الوجه الاخر للفساد في منظومه العداله. واضاف في التدوينه ديالو: كم من شخص افرغ من محله تجاريا او سكنيا بسبب الخبره القضائيه وضاعت حقوقه وتم تشريده هو واسرته. كم من شخص حكم امام غرفه الجنايات بسبب ان طبيب دون ضمير
أنجز تقريرا تحت الطلب يقول من خلاله أن الضحية مصاب بعاهة مستديمة، وكم من تقرير طبي يؤكد عكس ذلك ويقول أن الضحية غير مصاب بعاهة مستديمة، والحال عن الأمر خلاف ذلك، وكم من طبيب جعل الجاني يتفوق على الضحية ويردد جري جهدك. وأضاف أيضا: الدولة ومؤسساتها العمومية والجماعات الترابية لم تسلم بدورها من فساد بعض الخبراء، هي ضحية بدورها لفساد بعض الخبراء وتفوقوا عليها واستسلمت لجبروتهم ونفوذهم. خبراء ينجزون خبرات تحت الطلب كتنتهي في خلاصاتها بتعويضات خيالية وأرقام فلكية للمدعين في مواجهة الدولة، وكتشكل استنزاف وهدرا حقيقي للمال العام. إنه الفساد المقنع. وختم الغلوسي تدوين ديالو بالقول: نتمنى أن تقوم كل الجهات المعنية بدورها في مكافحة الفساد بما في ذلك النيابة العامة ومواجهة انحراف بعض الخبراء، لأنهم كيقدموا شهادة زور وينشرون اليأس ويعممون الظلم، مصيرهم هو السجن وليس تقديم مساعدة للعدالة. دابا هذا القيد مظلوم، وقع عليه اعتداء، وفعلا وقع عليه اعتداء بدون نذكروا الحيثيات وشكون اللي جبدوا من ذلك. علاش غادي تمشي تجيب شهادة ما ساوية والو؟ تجيب شهادة ديال العش فيها 30 يوم، وكنكرر إن صح الخبر، علاش غتجيب شهادة ديال 30 يوم؟ طبيب ما عاين ما والو عطى شهادة ديال 30 يوم، علاش؟ واش هي ضربته بيديها ولا ضربته بالطوموبيل ولا ضربته بالطريبورطور؟ نقول لهم خاص يتفتح تحقيق في هادشي. شهادة طبية 30 يوم، خاص الطبيب اللي عطاها يتحاسب. بالإضافة على أن الطب الشرعي من سابع المستحيلات يعطيو في حالة الشهادة الطبية، لأن خاص يتفتح تحقيق في هذه القضية. منين جاب ديك الشهادة الطبية؟ شكون عطاها لي؟ هذا راه كيدخل في دائرة الزوار. كيف قال الغلوسي؟ قالك شحال من شهادة شي واحد كان داير مذنب ولا بريء، شحال من واحد تقلبات عليه قضية على حساب عليه ما دايرش وفي الاخر مسكين. علاش؟ لأن شهادة طبية ولا خبرة ولا شي لعيبة تعطات هكذا بالساهل، كاينش الوازع، ما كاينش الضمير. السيدة لا غلطات راه غتحاسب، ولكن بهذا المستجد الاخر ديال الشهادة الطبية فكاع داك التعاطف اللي كان مع القيد راه غينقلب عليه. مع كامل احترامك من السي القيد. غريب وعجيب القضية. واش هذه الصورة اللي غنقدموا قريب؟ نتوما خدامين في الورشات وخدامين في كتهدموا وتبنيوا وتقادوا باغيين تستقبلوا مونديال وتبدلوا الشكل. ما بقاتش تبدل الشكل المغرب، هو انك تبدل البنايات وتسوق وتقاد، تبدل العقليات، احترام القانون. دابا هذا رجل سلطة عنده الضبطية القضائية، يمشي يجيب شهادة على تصفيقة 30 يوم. شومة وحق الله العظيم، ماشي هكا كنسوقوا لبلادنا. شومة الله يلح شومة، ما خصنا نزيدو قدام، ماشي نرجعو للور. للأسف الشديد